كل مرة بتحاول تكسب فيها النقاش مع ابنك المراهق انت كده بتخسره، مش علشان هو عنيد، لا، عشان هو داخل مرحلة جديدة بيحاول يعرف هو مين ويثبت نفسه. طب هو ليه بيبان عنيد؟ علشان لأول مرة بيبدأ يحس إن ليه رأي، ولما بيلاقيك مش سامعه أو بتهاجمه بيحس إن الطريقة الوحيدة إنه يثبت بيها نفسه هو إنه يرفضك. طب أنا كأب أو أم أتعامل إزاي؟ أول خطوة، افصل بين الرفض وقلة الاحترام. هو مش بيهينك، هو بيجرب ياخد مساحته، ولما ترد عليه بنفس أسلوب الغضب أو السيطرة بتقفل الباب اللي المفروض تفتحه بالحوار. اسأله أسئلة بدل ما تديله أوامر. قول له تحب نعملها إزاي؟ إيه رأيك نختار سوا الحل؟ الأسئلة دي بتخليه يحس إنك بتثق فيه، وده لوحده كفيل إنه يهدي أي عناد. ولو غلط سيبه يجرب ويتعلم، بس خليك في ظهره. المراهق محتاج وجودك مش تحكمك. المرحلة دي مش سهلة على حد، بس لو اخترت إنك تسمع بدل ما تفرض هتتفاجأ قد ايه العلاقة هتتغير. ولو حاسس إنك مش قادر توصل له أو نفسك تتعلم أكتر إزاي تتعامل مع المرحلة دي، تواصل مع أخصائي أو لايف كوتش. يومكم جميل.